عايزة أتكلم عن مشكلة بتقابل ناس كتير جدًا، وهي عدم تقدير الآخرين لحضرتك. عمري في حياتي ما شُفت إنسان الناس مش بتقدّره إلا إذا هو شخصيًا مش مقدّر نَفْسه، أنت شخصيًا مش عارف قيمتك لنَفْسك. لازم كل إنسان يضع قيمة لذاته، لازم كل إنسان هو اللي بيحُط الحدود اللي الناس التانية بتتعامل معاك على أساسها. عمرك ما تلاقي مثلًا دكتور مثلًا عامل لنَفْسه، طبعًا إحنا ما بنتكلمش على القيمة المادية، ولكن على سبيل المثال دكتور بيكون الكشف بتاعه 2000 جنيه ودكتور تاني كشف بتاعه 200 جنيه. نفس اللي بيأديه ده هو نفس ده، وممكن الاتنين يكونوا نفس الشطارة أو حتى ممكن أبو 200 يكون أفضل، ولكن ليه أبو 2000 ده بياخد 2000؟ أولًا وأخيرًا مش عشان الفلوس، لكن علشان يعمل قيمة لنفسه، يحدد جمهوره، يحدد نفسه إن في وسط الfield بتاعه ده يكون هو من أفضل الناس. لازم حضرتك تحط قيمة لذاتك، ولو حطيت قيمة لذاتك ما حدش أبدًا، أبدًا هيقدر إن هو يقلل منك. طب إزاي نعمل ده؟ علشان أعمل قيمة لذاتي مش لازم أكون أحسن واحدة في الدنيا، لكن لازم أكون أنا مؤمنة بذاتي الأول. يعني مستحيل هاكون أنا واحدة مهزوزة مش واثقة في نفسي، مش واثقة في إمكانياتي وهاعمل قيمة لنفسي. أول حاجة لازم أكون صادقة مع نفسي، ورقة وقلم، ولو سمحتوا دايمًا، دايمًا يكون عندكم ورقة وقلم. الورقة والقلم هاكتب فيها إيه؟ نقط ضعفي ونقط قوتي. نقط قوتي دي في كفة ونقط ضعفي في كفة تانية. دي هتدعم دي هتغطي على دي اللي أنا هاظهرها ودي اللي أنا هاداريها من الناس، لكن هاظهرها لنفسي. في نفس الوقت ما تجلدش نفسك على نقط ضعفك، مش مفروض إنك تجلد نفسك، لكن كل إنسان في الدنيا ما فيش بني آدم ربنا خلقه على وجه الأرض مالوش نقط ضعف، كل الناس ليها نقط ضعف. طيب أنا هاحكي لكم مثال صغير على الحكاية دي، لإن أنا طبعًا ما باعرفش أمثلة من العالم، باعرف أمثلة عن نفسي، فعشان كده باحكي عن نفسي. أنا لمّا قعدت من شغلي فترة طويلة علشان ولادي وعشان أربي ولادي زي أي أم، لمّا جيت أرجع للشغل تاني كان بقى لي فترة برّه الشغل وبرّه المجال وبرّه الطريقة على أيامنا إن أنا أشتغل، إني أقرا لجريدة الوسيط أشوف الشركة دي بتقول إنه أنا محتاجة الوظيفة الفلانية، وأروح بقى بالCV بتاعتي في إيدي وأخبّط على الشركات وأقول لهم، فيقعّدوني كده في طابور إن أنا يقولوا لي yes or no. فطبعًا أنا ما رضيتش أعمل كده في نفسي، أنا حطيت قيمة لنفسي، أنا حطيت رقم لنفسي. عملت إيه علشان أتغاضى عن الحتّة دي؟ قعدت في البيت وقُلت مش هانزل مش هاشتغل، لأ ما عملتش كده. عملت أنا إعلان في جريدة الوسيط اللي كان الناس كلّها بتعلن عنها، إني أنا عايزة شغل، وإني أنا عايزة شركة. أنا بقى اللي باطلب وباحدد مواصفات الشركة، عايزة شركة كبيرة، عايزة مرتب كبير، عايزة وظيفة كذا كذا، مديرة في كذا كذا، وخبرة، وفيما معناه إن الشركات القليلة للشركات الأي كلام يمتنعون. أنت اللي بتعمل القيمة لنفسك في أي شغل، في أي مكان، في أي مجال، تعمل قيمة لنفسك بطريقة سلسة مش بطريقة مفتعلة. لازم عشان تبقى سلسة تعمل إيه؟ تصدق أنت أولًا وأخيرًا إن حضرتك تسوى كتير، تصدق أنت أولًا وأخيرًا إن عندك حاجات قوة كبيرة جدًا تقدر بيها تداري نقط ضعفك وتشتغل على نقط ضعفك إنك تقويها، وما تجلدش ذاتك وما تزعلش إن أنا ما فيش بني آدم في الدنيا كله قوي ولا بني آدم كله ضعيف. أنت حضرتك اللي بتبين القوة وأنت اللي بتبين الضعف. قدر ذاتك عشان الناس تقدرك.